بێتری چار مەهایە کوردên سووریێ yên ku li Hewlêrê şofêrtiyê li ser tirimbêlên giştî emûmî kar dikin ji bal polîsan ve têne girtin. Dijwar jî yek ji wan şofêraya û çîroka wî bi vî awayî ye. سيارة من هذا قرتن رقمها صور فان يك نافيخ هذا قرتن شو سؤال قرت شو ما هاتي قرتن حجزي سيارة جو إنه سوري شنابي ساقي عمومي بكي من سيارة أنا مدرخص دهوز مجبور بمشوم يك رقمها خصوصي كري طبعا من سيارة بسعرها خسار جي فرود شبو خاطري إنه مشاكل مرتشبن جارك دي مروري قرتن أو سيارة مشكلة شخل كي دوستي مرتشد بي من دعوة عدد جهات كرمو جو بس إنه تشتكي جمر بكن حتى أنها كسي تشتكي نكريا جهاتي يعني ناف وناكن بس انجمانا كردي ما داو جوار شيان دي مش دريا حساب ديره ما داو انجمانا بكن انه بيانك جمر بين بيش تهني انه مكاربن بكن طبعا هيك اشتقنا كرنا حتى انا تشتغل سيوانا هاتيا امنا ارهابيين يعني هجر مرهابي بلا ما بقر انه ولاتي ما بلا ما بابج نولاتي ما تشتر طالما من بدينا فمنات صرف رازي بشغل شخرا ام بري خد شغلم شغل خد شغلن افسرên polîsa trafîka Hewlêrê rastiya biryarê ji Orient News re dane nîşandan. Ew jî bi vî awayî ye. بخوي لا ياساي جمال 86 صار 2004 عراقي هاتوها دري يجوز منح غير العراقي إجازة سوق خصوصي فقط وفق الشروط الواردة في الفقرة 1 من هذا القسم شرط أن يكون مقيما في العراق بشكل مشروع بموجب وثائق إقامة رسمية. يعني مثلا كأوين يتنهاب لين كرداني الروج آوا لو اشتبه باش ذكرين لويكا مولتي شوفيريان بينادريت مولتي عمومي. يعني هر کەسێک نە عێراقی بن نکارێ بکەین. کەسێک نە عێراقی بێتن هەر کەسێک عراقی نەبێتن تەنها ئیجازەی خصوصی دەدرێتێ فقط ئیجازە خصوصی لە بۆ تەمشێ ئەعمالی ڕۆژانی خۆی. Li gorî me ji efserê polîsê trafîkê li vê derê fêm kir ku yasaya qedexekirina şofêrên Kurdên Sûriyê ku taksî emûmî yan jî yek giştî neajonin ne ji cuma derketiya lê belê ji Parlemanê Iraqê derketiya. Lewma li gorî gotinên wan heger şofêrên Kurdên Sûriyê dixwazin problema xwe çareser bikin bere li dergehê Parlemanê Kurdistanê bidin ji ber biryara çareserkirinê li wê derê ye. نكو جواد دركتيا ونش آسایشا گشتیا و نوک گوهند کرد سوریه فهمت کن کو مسئله امنی بیان آسایشی به بریار ج حکومت عراقیه و چارەسەریya وی لجم پارلمان کردستانیه چبریا پارتین کردین سوریه یان جی شوفیر دکارن با اواک راستراس بری خو بدن پارلمان کردستانی شروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولیر